أكثر علامة بتظهر بالسيارة وبتسبب رعب لصاحب السيارة هي علامة الماكينة تشيك انجن. بطلق مرته، تجي سكتي، ما بنام الليل، مزاجه بيتعكر. اخواني، هو الموضوع ما يستاهل. يعني انت لو طلعت علامة الماكينة وعلامة الماكينة ثابتة، اول شي بتتأكد من غطا البنزين اذا مسكر عدل، او لازم يكون غطا البنزين اصلي تبع السيارة. شيء ثاني، تفصل البطارية وارجع وصلها مرة ثانية، ان شاء الله العلامة بتروح. لو ما راحت العلامة بتاخذها على الورشة، على الميكانيكي، على الوكالة، بتسوي لها دايجنوس، يعني اكس راي مثل عند الدكتور، تشخيص. مو الميكانيكي اللي حامل لابتوب هذا حاطه تحت باطه ابو 5 ليرات ويلا، هذا ما بيجيب نتيجة وما بيعطيك الخلل. لو علامة الماكينة بتطفي وبتضوي، يعني عندك مشكلة بالماكينة نفسها، براس الماكينة، هيد كاسكت أو تايمينج شين اللي هو جنزير الصدر. لو علامة ماكينة بتضوي وتطفي. المرسيدس على 60-70 ألف بتبلش علامة الماكينة تضوي وتطفي، لأن المرسيدس على 100 ألف تفرط معك. هذه من المصنع، يعني هي هذه المرسيدس يعني. فكثير ناس أنا بلاحظ بيسكروا غطا البنزين بكياس نايلو. يلي ما تستحي، كيس نايلو. إخوانا، اللي ما يقدر يركب سيارات خليك على جحاش، خليك على باص النقل الداخلي. لا تركبوا سيارات، لا تركبوا سيارات. بلالكم هالشغلة، بلالكم يا كيس نايلو، كيس نايلو يا الخبل، كيس نايلو. السلام.